السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. وزي ما انتوا عارفين إن دايما هدايا الأم بتبقى غالية جدا 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 عند ولادها. عشان خاطر كده أنا لابسة الهدية بتاع مامتي، بقول لها شكرا جدا جدا على الحاجة الحلوة دي. النهاردة أنا هتكلم معاكم في حاجة إحنا ممكن نكون بنمر بيها، أو ممكن يكون أقرب الناس لينا بيمروا بيها، وممكن كمان الناس اللي حوالينا وإحنا مش مستوعبين إن حلها في إيدينا. حاجة من الحاجات دي إنه ممكن سبحان الله ربنا بيبدل حال من حال إلى حال. ممكن نعدي بينا أوقات أو زمن بنكون فيه سبحان الله ربنا فيه ابتلاء شديد واقع علينا. سبحانك يا رب. فبيحصل هنا رجة سبحان الله، أو هزة سبحانك يا رب. في اللي بيقدر يتقبلها وفي اللي ما بيقدرش يتقبلها. فاللي بيقدر يتقبلها ويستوعب ان هي سبحانك يا ربي من عند ربنا علشان توصله دايما لحاجة احسن منه، فهنا بيوصل ل90 او 100% من حلها. على العكس من كده اللي مش بيقدر يتقبلها او بيبقى يعني يجد صعوبة في انه يستوعبها ويتقبل المشكلة دي علشان خاطر تتحل معاه، فبتبقى صعبة شوية معاه. ممكن يفضل مثلا تايه شوية عبال ما فكرة التقبل تبقى موجودة معاه. في اللي ممكن يتقبل الوضع الجديد بتاعه، وفي اللي ممكن ما يقدرش يتقبل ومش متعايش، مش مستوعب أصلا فكرة إنه حصل معاه حاجة خلته مختلف تماما عن قبل كده. فدي في حد ذاتها هي حل للمشكلة، وهم مش واخدين بالهم إنه فكرة التقبل اللي بنمر بيه في كل حاجة إحنا بنعدي بيها علشان نوصل ليها فيها الحل، إنه نتقبلها. فكرة التقبل دي يعني 90% من حل أي مشكلة ممكن نقع فيها، أو ابتلاء أو تبديل من حال لحال. سبحان الله في اللي بيقدر يستوعب بقوة إيمانه ويقدر يتقبل علشان خاطر يوصل لحل، وفي شخصية تانية ما تقدرش على التقبل. دي هي سبحان الله في شخصية تقدر وفي شخصية ما تقدرش. طبعا هي قدرات سبحان الله بتختلف من شخص للتاني. وعلشان خاطر كده طبعا هنا بتيجي قوة الإيمان أو درجاته في إن البني آدم أو الإنسان يقدر يستوعب للحاجة اللي ربنا اداها له علشان خاطر يقدر يكمل ويبقى للأحسن وللأفضل. ولا تكرهوا شيئا عسى أن يكون خيرا لكم، ولا تحبوا شيئا عسى أن يكون شرا لكم. في الأول والأخير عايزة أقول إنه فكرة إن الإنسان يتقبل وضع أو ربنا إداله حاجة زي خبطة أو هزة كده رجته. طبعا ربنا ما بيعملش أي حاجة مش حلو، ولكن هو رايد إن الإنسان ده يبقى للأحسن وللأفضل دايما ويقرب منه. ومن هنا بتيجي الخبطات أو الهزات اللي ممكن في الابتلاءات كتير، أو بتغيير حال من حال أو وضع من وضع الوضع. بتختلف جدا ده تأثيرها وأثرها على الأشخاص اللي حوالينا كلها. بالتالي فإننا دايما الحل هو رقم واحد إن احنا نتقبل المشكلة اللي احنا فيها، أو نتقبل الحال اللي احنا فيه والوضع اللي احنا فيه. وقبل أي حاجة طبعا نحمد ونشكر ربنا. أكتر حاجة نحمد ونشكر ربنا على كل حاجة ممكن هو يجيبها لنا، ونقول الحمد لله رب العالمين. ونبدأ هنا نشتغل على نفسنا علشان خاطر نقدر نطلع أحسن ما فينا ونقرب من ربنا بزيادة، وعلشان خاطر نشتغل على نفسنا في إننا نطلع من الحاجة ده أو المشكلة دي أو الابتلاء ده أو الهزة دي أو الخبطة دي. وده يعتبر يعني 90% من حل المشكلة دي، أو إن احنا نخرج من الأزمة دي على خير. ده يعتبر 90% فكرة التقبل، 90% في إننا نطلع من المشكلة دي أو نطلع من الأزمة دي على خير. وبالتالي احنا نقدر بعد كده
نحط خطوات معينة ونشتغل عليها وعلى نفسنا علشان نطلع دايما للأحسن وللأفضل من الخبطات دي والأزمات دي. دايما ربنا بيحطنا في اختبارات كتير، وبيحطنا في أزمات كتير وحاجات كتير، ده علشان خاطر نصلح نفسنا ونصلح ذاتنا علشان دايما تكون للأفضل وللأحسن قدام. وطبعا احنا بنحمد ونشكر ربنا على كل اللي يجيبه، وربنا يكفينا شر خبطات وهزات احنا ما نقدرش عليها، لأن بنسمع كتير كتير جدا من الناس اتعرضوا لأزمات وتعرضوا لخبطات، هزتهم ما كانتش قدها، وفقدوا عقلهم فيها وفقدوا توازنهم وحتى شخصياتهم اختلفت. فاحنا بنحمد ونشكر ربنا على كل الأوضاع وكل الأحوال، وبنشتغل على نفسنا علشان خاطر دايما يكون الأفضل والأحسن. وحاجة مهمة جدا جدا جدا، الحصانة الأولى والأخيرة لينا كبني آدمين أو كبشر ككل، هو إن احنا نبقى دايما قريبين من ربنا في حمايته وفي حفظه وفي كنفه، قادر على إنه يخلينا دايما في أفضل حال.